اهلا بيكي في قناتي، قناة الوجود بالموجود. وقبل ما نبدأ اي حاجة نسمي الله بسم الله. النهاردة هنعمل مع بعض البانيه اللي يعتبر موفر شوية يعني. طبعا اشترينا نص كيلو بانيه، مش هنجيب بقى البانيه نص كيلو ولما نيجي نعمله نصرف بقى كمان فلوس تانية عشان يتعمل يبقى مية مية بالتكلفة يعني. لا، احنا هنوفر شوية بقى لغاية ما ناكله بألف هنا وشفا. يعني كفاية حقه كده، كفاية حق النص كيلو أصلا. جبت هنا بقى طبعا في الأول هنعمل له خلطة. بشرت بصلة وحطيتها عليه، وطبعا التوابل نفسك تحطيها. انا حطيت ملح، كزبرة، فلفل اسمر، رشة كمون وشطة، وعصرت نص ليمونة. وحطيت معلقة دبس رمان. طبعا لو مش متوفر مش مهم خالص، بس هو كان عندي يعني موجود في التلاجة فحطيت معلقة منه. بيدي تسكرة حلوة لطعم الفراخ يعني. وحطيت بعد كده معلقتين زيت. الخلطة دي حلوة قوي. طبعا هقلب الخلطة بقى كلها في بعض عشان تندمج كده مع بعض. الخلطة بعد ما اندمجت، وطبعا هتسيبها بقى يعني سيبها كده ساعتين في التلاجة يعني تاخد وتدي مع نفسها. على الأقل يعني ساعتين. لو مش مستعجلة طبعا يفضل يكون قبلها بيوم أصلا في التلاجة هي في الخلطة. هنا بقى التوفير فين؟ احنا مش هنجيب فيجيتار ولا هنعمل بيض. انا بصراحة بعمله في الدقيق، وبضيف حبة ملح وحبة شطة بس. الدقيق انت هتشتري دقيق نص كيلو، هتاخدي حبة منهم تحط البانيه فيهم ويتغلف البانيه كويس قوي. تغلفيه كويس قوي بالدقيق، وهيبقى من نص كيلو تاني في التلاجة تستعمليه في حاجات تانية. مش هناخد نص كيلو طبعا للبانيه، لا احنا هناخد شوية منه نغلف بيه البانيه، وكده كده هيبقى من نص كيلو في التلاجة اصلا. استعمليها في اي وقت تاني يا ست الكل. هنا بقى خدنا شوية من الدقيق، من اللي هو نص كيلو يعني. انا اشتريت نص، خدت شوية وعينت الباقي. مش هنجيب بقى فيجيتار يعني. الكيس دلوقتي حرام يعني، الكيس بقى مكلف. وعم تعملي بقى نص كيلو بانيه في الفيجيتار هتجيبي كام كيس؟ لا، هنمسك بقى كل قطعة بانيه نغلفها في الدقيق كويس اوي. لازم نغلفها كويس اوي. هتلاقي في حاجات باينة كده، لا ارجعي غلفي تاني. هكمل انا بقى. واحسن من الفيجيتار يعني. بصراحة انا بحب الطريقة دي احلى من الفيجيتار بتمرة يعني. ما بجيبوش من ساعة ما كان الكيس ب4 جنيه، ما بجيبوش. ما اعرفش بقى بصراحة دلوقتي بكام اصلا. لكن يعني نجيب كام كيس بقى عشان يقضي نص كيلو بانيه ويتغلف حلو. البانيه كده تغلف حلو، حرام يعني. كفاية علينا حق نص كيلو البانيه اصلا. وادي طبق البانيه بعد ما عملت كله بالدقيق. هنروح بقى فين دلوقتي؟ هنروح على الفريزر. لازم قبل القلي
اقل حاجة تتحط قبل القلي بساعة في الفريزر. ادي البانيه بعد ما طلع من الفريزر لو شايفين كده اكنه متجمد. انا بنزله في ميه قبل ما انزله في الزيت، ويكون الزيت سخن وزيت حبه حلوين كده يعني. ما تستغربش يعني هنا محدش يستخسر الزيت يا جماعه عشان يطلع حلو ولونه حلو. لو قللته في الزيت ممكن يتحرق، يعني ممكن البانيه يتحرق. في حاجات معينه ما ينفعش نحط فيها حبه زيت صغيرين، يعني نعمل الاكله مظبوطه. حبه زيت حلوين كده. وادي البانيه بعد ما طلع وهدي، يعني انا مطلعاه. وطبعا انتوا عارفين اما بتطلعوه ويهدى اللون بيغمق كمان، يعني انا مطلعاه لونه حلو. سيبته بقى شوية وصورت كان لونه غمق كمان. لما بيبرد كده لونه بيغمق يعني، على ما انت مطلعاه كمان. وبألف هنا وشفا. ما تنسوش يا جماعة الاشتراك في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد بإذن الله. وحطوا لي لايكاتكم الجميلة وتعليقاتكم الحلوة. مع ألف سلامة.